عالم لايفلي واسع بالتغذية والصحة والرشاقة، ويوميا رح نستفيد من أخصائية التغذية الخاصة بلايفلي لتزويدنا بمعلومات كتير مهمة، وبتعطينا نصائح لنكون على خطى سليمة وثابتة لنوصل لجسم صحي ورشيق بكل معنى الكلمة. سرين البحيري هي رح تكون موجودة معنا اليوم. نقول لك صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيك بفقرة لايفلي اللي أنا سعيدة إنه رح نتواصل فيها مع المستمعين أول بأول ونزودهم بالكثير من الإرشادات المهمة. سرين هيك رح نفوت دغري بصلب الموضوع لحتى نستفيد من الوقت اللي انت فيه معنا على الهواء. صار لي فترة يعني شغلة هيك لفتت لي نظري وبسمعها دايما، خاصة الأشخاص اللي بدهم يعملوا رجيم. دايما بنسمع بيقولوا عم خفف أكل، ما عم بتناول حلويات، عم مارس رياضة، وما عم بخسر وزني. فشو اللي عم بيصير يعني مع هالاشخاص؟ شو الاسباب يلي عم بتخليهم يبقوا على وزنهم، ان كان بدهم يضعفوا وان كان بدهم ينصحوا؟ اكيد كل هالتساؤلات لها جواب من اخصائية لايفلي. هلا هذا السؤال كثير بنسأله، يعني ليه ما عم بنزل وزننا؟ عم نعمل كل هاي المحاولات. اهم الاسباب انه اليوم انت ما اكلت حلو، ثاني يوم لعبت رياضه، ثالث يوم خففت اكل. هذا الحكي ما بيصير. عشان ينزل وزنك بدك برنامج غذائي متكامل. عمليه نزول الوزن بالجسم هي عمليه تراكميه، مو يوم يوم لا، حيكون اشي متكامل. فهاي الفكره اجت من نظام غذائي، انه يكون اشي متكامل بنبنى على بعضه. يعني هالبرنامج الغذائي الكامل لازم نشتغل عليه، صح؟ اكيد. ما نقفيه، ما نزعبر، اكيد. ناكل مضبوط. وكل اللي بتعطينا اياه اخصائيه التغذيه نحن لازم نعتمده اول باول. سريم، بتصور في اشياء كمان تانية يمكن بتخلي الواحد كمان ما ينزل حتى ولو التزم ببرنامج غذائي كامل؟ بقول لك التزمت بهيدا البرنامج بس ما مشى الحال، فمش شاطرين. دايما بنسمع لا هم شاطرين، دايما نشوف هيدي المعلومة او هالتهمة من قبل بعض الاشخاص. بيقولوا انه النوم، ما بعرف اذا صحيح، انه النوم بيأثر، اذا ما كنا نايمين كفاية هيدا شيء كمان بيأثر على عدم خسارة الوزن. انه الواحد يحصل على عدد ساعات نوم كفاية ضروري جدا حتى ينزل وزنه. لازم ينام من 6 ل 8 ساعات. هذا الاشي علميا اذا الواحد ما حصل على عدد ساعات نوم كفاية حيرتفع هرمون الكورتيزول في جسمه، وبالتالي حيقاوم نزول الوزن. هاي من ناحية علمية. من ناحية ثانية انه انت لما عم تسهر عم تعطي لحالك مجال تاكل شيبس، حلويات، مكسرات، فبالتالي عم بتقاوم نزول الوزن بهاي الاكلات. هاي نقطة. في نقطة ثانية كتير مهمة من اسباب ليه الواحد ما عم بنزل وزنه، انه الناس مصطلح طعام صحي مش واضح عندهم كتير. كلمة اكل او طعام صحي لا تعني انه منخفض بالسعرات الحرارية. فمثلا احنا ممكن نحكي السمك اكل صحي، المكسرات اكل صحي، لكن الاكل الصحي هو اكل مفيد للعقل، مفيد للقلب، مفيد للجسم، بس ناكل منه كمية محسوبة. وهذا اللي بيصير بلايفلي. احنا عم نبعث للناس اكل صحي مطبوخ صح، الجسم بيحتاجه بس محسوب. فهي الفكرة بكلمة أكل صحي. يعني بيسألوا الناس خبز أسمر خبز أبيض، أوكي الخبز أسمر صحي وبفيدنا بس مش ناكل منه كتير، بيضله بالنهاية فيه سعرات حرارية. يمكن الخبز الأسمر بيأثر شو يعني بيقلل النصاحة للأيام الثانية، يعني بيأخرها إذا بدك. بعد في شعور بالشبع، في ألياف، بس من ناحية سعرات ومن ناحية وزن ومن ناحية دهون نفس الأبيض. هلا بعرف إنه الأكل له دور كبير. سرين، هيدي شغلة ما بدنا نهرب منها وبنتناوله دايما بشكل عشوائي. في ناس للأسف ما بتركز على السعرات الحرارية يلي عم يتناولوها. قد ايه مهم نركز على قراءة المعلومات أو ملصقات التغذية، الحقائق التغذوية إذا صح التعبير، يلي دايما موجودة على هيدي المعلبات، لنعرف شو اللي عم نتناوله فعلا من سعرات حرارية. طبعا هاي النقطة كتير مهمة، كتير بتساعد إنه الشخص يعرف شو تناول سعرات حرارية، إنه يعود نفسه على قراءة هاي الملصقات الغذائية. وهذا إشي صار كتير منتشر في كتير معلبات، أنواع أطعمة عم بكون عليها ملصق غذائي يوضح للمشتري قد ايه في سعرات حرارية. إحنا عندنا بلايفلي عم نسهل على هالشخص حلو قد ايه أنت عم تاكل. فلما عم تاكل وقد ايه المفروض تاكل بالضبط، لما عم تاكل هذا الصحن عم تاخذ هالقد، لأنه في ناس عم بيلاقوا صعوبة إنهم لما يقرأوا هالملصق الغذائي الموجود بالسوق ما عم بيفهموا يعني قديش أنا أخذت منه أو قديش أنا أخذت سعرات. بس بلايفلي بيعتبروها حشوة بقلب المعلبات. بالضبط. بس بلايفلي انت عم تاخذ هذا الصحن ومحسوب
لما تاخده قديش اخذت سعرات حراريه. يعني سيرين احيانا كمان في كتير اشياء ببالغوا فيها الناس، ونحن اليوم عم نجرب نركز عليها ضمن هالفقره. الناس بتبالغ بالرياضه اوقات، وبرايهم انه الجهد الكبير والحرق للدهون بيؤدي لخفض الوزن بشكل اسرع. قد ايه صحيحه هيدي المعلومه؟ يعني اذا تعبنا بالرياضه مزبوط انه بنوصل لنتيجه افضل؟ اكيد. هلا الرياضه احنا شيء اساسي بعمليه انقاص الوزن، يعني انت مع البرنامج الغذائي لازم يكون في ممارسه الرياضه. بس شو عم بيصير بالناس؟ انه هو عم بركض مثلا، عم بيتعب كثير، عم بيعرق، عم بفكر انه كثير حرق، بس فعليا الجسم كفاءته بتخزين الدهون كثير اعلى من حرق الدهون. فبدي الناس تكون شوي واعيه لهي النقطه. يعني انت مجرد مثلا تركض نص ساعه عم تحرق 300 سعر، بالمقابل لو اكلت كم قطعه بسكوت رجعوا 300 بمنتهى السهوله. فهذا انا ما عم بقلل من دور الرياضه، بالعكس الرياضه ضروريه تكون بجانب النظام الغذائي، بس بدي الناس تكون واعيه بهاي النقطه انه بدك تبذل كثير كثير وساعات طويله حتى تحرق. حتى في بعض الاشخاص كمان سيرين، يعني هيك عم بتذكر اشياء وبلقط هيك شويه معلومات من الاشخاص اللي هن حوالي. هلا في معلومه انا استغربتها وكمان بدنا نستفسر منك اذا صحيحه، انه الاشخاص اللي بيلتزموا ببرنامج غذائي كامل بيكونوا بياخذوا دواء معين، ما بعرف شو هو الدواء، ممكن يكون يقال انه هيدا الدواء ممكن يلخبط الامور، وممكن هو كمان يكون عم بيزيد الوزن بطريقه غير مباشره. 100%. هلا احنا في عنا ادويه معينه بتزيد الوزن. هون بيجي دور اخصائيه التغذيه بلايفلي، بتراجع الميديكال هيستوري للشخص، عم تراجع شو عنده امراض، عم تراجع شو عم باخذ ادويه، هي على درايه كافيه انه هذا الدواء بتسبب بزياده الوزن ولا لا. اذا كان الدواء اللي عم باخذه الشخص عم بزيد وزنه، ممكن تقول له راجع طبيبك المختص خليه يستبدل لك اياه بنوع اخر. فممكن الناس يعني هذا السبب يكون ما عم بينزل وزنك لانك عم تاخذ الدواء الفلاني وانت مو عارف انه عم بتسبب بهاي الزياده. نعم. يعني كمان مهمنا نحكي انه الخاضع لحميه غذائيه قد ايه المفروض ينتبه لكل شيء بيتناوله، وبنفس الوقت ما يحرم حاله من شيء. انه مساله يعرف كيف يختار. قد ايه بدها تدريب القصه؟ بدها تدريب؟ طبعا بدها تدريب وبدها انتباه. يعني هلا الحميه الغذائيه او النظام الغذائي لا يعني الحرمان ابدا. الحياه الاجتماعيه رح تستمر، العزايم رح تستمر، رح تروح رح تيجي، بس احنا بدنا نعود الشخص كيف يختار. يعني فرضنا انت انعزمت على مطعم، مش معناته ما تاكل تقعد تطلع مثلا والاصحاب ياكلوا، ابدا. بدك تعرف كيف تختار. هذا الاشي بيجي مع التدريب، مع الوقت، مع لايفلي بنعلم حتى الشخص كيف يختار. فبالعكس الاختيار انه يطلع من لايفلي يعرف يختار، تشبع عينه اكثر من بطنه. بالضبط. بالضبط. على سيرة العين، دايما بنشوف دعايات على الطرقات سيرين، واعلانات على تي في بنشوفها على الشمال وعلى اليمين الى اخره، وبنروح برهجة هيدا التسويق وبنشتري من دون ما نسأل. يعني اوقات الالوان بتبهرنا، شكل المعلبات او الاشياء يلي بدنا نشتريها. قد ايه المفروض ننتبه لهيدا الشيء ونخلي هالامور ما تاثر علينا او تجرنا لشرائها بدون ما نفكر انه هالاشياء شو ممكن ترتد علينا. اكيد. هلا هو كل شخص عم بيعرف انه هالصور، صورة الوجبة مكبرة ميات المرات، الوانها كتير بتشد. بده يكون واحد عنده اراده، عنده هدف، بده يوصل لهذا الهدف. كل هاي المغريات تشد غيره ما تشده هو. حاول قدر الامكان يعني يضلوا على هدفه وما ينتبه للصور الوجبات السريعه، الالوان كذا، لانه عنده بالنهايه هدفه بده يوصل له. صحيح. صحيح. شو فينا نحكي عن خساره الوزن ولايفلي؟ يعني قديش بتحارب الوزن الزائد؟ قديش بتضيف الصحه والغذاء لكل زبائننا بهذا الخصوص؟ هلا لايفلي يعني ممكن نختصر 3 كلمات نحكي بالحميه الغذائيه تاعت لايفلي. هي اعتدال، هي توازن، هي تنويع. وهي بنفس الوقت ممكن احكي شيء انه هي اختيار. كمان هي اختيار، بدنا نعلم هالشخص كيف يختار اكله. صحيح. فهذا اللي اهم شيء بلايفلي، اللي هو التنويع والاعتدال والتوازن. محسوب كل شيء محسوب، السعرات الحراريه بالقطعه بالوجبه فمحسوب. فالشخص يعني كالكوليتد، يعني كلها كالكوليشنز من ضمن اخصائيين عاملينها. صحيح. صحيح. يعني ان شاء الله يكونوا هيك استفادوا من كل هالمعلومات. سيرين، شو بعد هيك حابه تزيدي بالنسبه لموضوع خساره الوزن؟ خساره الوزن اهم شيء الواحد يعرف انه هو مش بين يوم وليله صحي لقى وزنه 80 كيلو ولا صحي لقى حاله بيستعجلوا. لا صحي لقى حاله 100 كيلو. بياخذوا وقت ياكلوا، بس وقت اللي بدنا ننزل لا مستعجل. ننزل. ليش ما نزل وزني؟ طب بده صبر، بده تروي، بده التزام. فزي ما هالوزن اخذ له سنين، ما بدي اقول ياخذ له سنين لينزل، بس صحيح. بس بده وقت، بده صبر.
بالضبط. يصبر. هذا اهم شيء بنزول صحيح. الوزن. يعني بالنهاية زيارة واحدة للايفلي سريين كفيلة هيك تخبر عن هالواحة الرائعة من الصحة أكيد. والغذاء. يعني استشيروا لايفلي، عيشوا لايفلي واتصلوا بلايفلي، هي الحل المضمون لتتابعكم من الألف إلى الياء. مثل ما حكينا امبارح مع مدام منال، بنوجه لها تحية صباحية كتير كبيرة. أكيد كل هالتفاصيل بتعيشوها لحتى توصلوا لحل بيرضي الطرفين، لانه لايفلي كمان بهمها انه توصل لنتيجه مع كل زبائنها. عنوان لايفلي شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس، ابراج اعمار الطابق رقم 11. سلمي لنا على الفيو بهالطابق. وسلام لكل اكيب لايفلي وكاتيا كمان، بنوجه تحيه لكل الصبايا. رقم التليفون الخاص بلايفلي ليعيشوا لايفلي ويعيشوا الرشاقه والصحه والغذاء الكامل على 06 551 5771 أو 2. شكرا سريل بحيري. كتير عم يتحيروا بأنهم ينقصوا وزن أو يزيدوا وزن. الأمر بسيط، توجهوا للايفلي، برنامج غذائي متكامل طازج ولذيذ. تابعوا فقرة لايفلي ضمن برنامج صباحي